في حلقة امبارح لو حضراتكم تابعتوا معانا كنا وأثناء حديثنا مع المهندس المصري خالد الغيش اللي كان معتقل في سوريا وتم الإفراج عنه امبارح، اكتشفنا انه في نفس المعتقل او السجن اللي كان معتقل فيه المهندس خالد الغيش في حمص في مواطن مصري تاني معتقل في نفس السجن، وكل المعلومات اللي عرفناها منه انه اسمه الاستاذ محمود الصفتي وانه بيشتغل مهندس ديكور في الكويت، وانه تم القبض عليه يوم الجمعه اللي فاتت. احنا اول اجراء اتخذناه ان احنا بلغنا وزاره الخارجيه، وعلى حد علمنا ان الوزاره بدات فعلا تاخد الاجراءات اللازمه اولا ل يعني جمع المعلومات عنه واتخاذ الاجراءات اللازمه للافراج عنه ان امكن. لكن كمان النهارده فريق التواصل الاجتماعي الخاص بالقناه قدر انه يوصل لاهله وتحديدا لابنه الاستاذ عبد الله الصفتي. مساء الخير يا استاذ عبد الله. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. استاذ عبد الله، ايه الحكايه بالظبط؟ ووالد حضرتك مختفي من امتى؟ وكان في سوريا بيعمل ايه؟ وهل انتوا عندكم علم ان هو معتقل في احد السجون السوريه ولا المعلومه وصلتكم عن طريقنا؟ احنا اصلا هو والدي اصلا شغال في الكويت، اخر مره كلمته كان من اسبوعين، كنا نعرف ان هو في الكويت. زيها زي امبارح عرفت ان هو معتقل في سوريا. الكلام ده بدات اتصل بالناس اللي هم حضرتك عرفت امبارح عن طريقنا ولا جات لكم معلومه بطريقه ثانيه؟ لا، عرفت عن طريقكم امبارح. وبعد كده بدات اتصل بالناس صحابه اصلا في الكويت. طب هو نزل سافر سوريا امتى؟ طب وصل فين؟ هو اصلا متجوز في سوريا، فهو كان نازل لمراته هناك. فبرضه ذاتها اتصل بيها اعرف الدنيا وصل ايه الاخبار، عارفه ايه. بس بدات عرفت ان هو كان وصل وصل دمشق يوم الخميس اللي فات ده، لا اللي قبله، غالبا يوم 27. هو يعني ايه اللي هو تم القبض عليه. هو تم القبض عليه ازاي؟ ان هو اصلا كان يعني هو اصلا نزل سوريا، كان بيصور عادي، يعني معاه كاميرا ديجيتال وبيصور بيها. بدا يصور صور فاتمسك، فخدوا منه الكاميرا، فقالوا له طب ماشي، طب قال لك طب انا عايز الكاميرا. قالوا طب خد عليها بكره، تعالى تاني يوم. بعد ما فات علينا جه تاني يوم راح لهم، قالوا له لا تعالى تاني يوم. فلما جه تاني يوم قبضوا عليه بقى، ومن ساعتها اتقطعت الاخبار عنه. المعلومات دي انتوا تحصلتوا عليها من زوجته في سوريا؟ لا، الكلام دوت عرفته من صحابه اللي هو كانوا في الكويت. صحابه هو كان مع اتصال مع اصحابه اكتر. طيب، لكن انتوا لحد دلوقتي ما فيش اي اتصال مباشر ما بينكم وما بينه؟ ما فيش اي اتصال طبعا. طيب، هل تلقيتوا اي اتصالات من وزاره الخارجيه او انتوا حاولتوا تتصلوا بيها من امبارح للنهارده؟ النهارده انا ووالدتي وعمي رحنا وزاره الخارجيه، قدمنا طلب ان هم يعني يبداوا في الاجراءات. هو فعلا بدانا طلب، وهم بعتوه على الظهر النهارده للسفاره المصريه في سوريا، بحيث ان هم يبداوا في الاجراءات. بس لسه هم يعني ما اتصلوش بيا، وصلوا لحاجه لسه ما وصلوش اي حاجه، يعني ما اتصلوش بيا. طيب، يعني أنا نرجو إنه الموضوع ما ياخدش وقت طويل ويتم الإفراج عنه سريعا. على الأقل إحنا عارفين هو فين بالظبط وفي أي سجن، لأنه بالتأكيد وزارة الخارجية عارفة المهندس خالد الغيش كان معتقل في أي من السجون السورية، فعلى الأقل يعني موقعه متحدد. ومن الحكاية اللي إحنا سمعناها من حضرتك لو هي فعلا صحيحة فما فيش أي يعني اتهامات حقيقية موجهة ليه أو أي يعني جرائم ارتكبها، فنرجو إنه يتم الإفراج عنه سريعا. بشكرك أستاذ عبد الله، واحنا بالتأكيد هنفضل متابعين الموضوع ده لحد ما نوصل لنهاية إن شاء الله تكون سعيدة. أستاذ عبد الله الصفتي، بشكرك شكرا جزيلا.